جاهز لاستضافه كاس افريقيا. الفضائح ترى ما يحسبوش بالفضائح، هذه ضد الفيفا اذا ما كانوش جاهزين يقدروا. السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا. اليوم غادي نديروا تذكير كما العاده لما قاله الاعلام الجزائري عن عدم جاهزيه المغرب لاحتضان اطوار الكان ونهائيات كاس العالم، والكلام اللي كان كيقول بان المغرب غير قادر على تجهيز الملاعب والبنيه التحتيه لاحتضان كاس افريقيا. المهم نتفرجوا بالفيديو كاملين. ملاعب عبارة عن فوتوشوب حتى يصور للعالم أو الجمهور الرياضي أن المغرب يملك بنى تحتية ومنشآت وكذا، لكن في أمر الواقع هي كلها منشآت متهالكة، وهناك منشآت غير موجودة أصلا على الأرض الواقع. مثلا مثل ملعب الحسن الثاني هو عبارة عن مجسم فقط تم وضعه في موقع الفيفا من أجل تصوير للناس أن المغرب جاهز أو في أتم الجاهزية لاحتضان عرس كروي مثل المونديال. لأن في بعض الإعلاميين قالوا أن المغرب غير قادرة أو غير جاهزة على استضافة كأس أفريقيا أو كأس العالم. لا بالعكس، جاهزة، والملاعب أعتقد جاهزة يعني، والشغل مميز كذلك. تتكلم عن ملعب قادية، تتكلم عن ملعب مراكش، تتكلم عن مركب محمد الخامس، تتكلم عن ملعب مولاي عبد الله في الرباط، تتكلم عن بني سليمان، تتكلم عن اتحاد طنجة أو ملعب طنجة. ملاعب كثير، واعتقد البنية التحتية مميزة كابتن أشرف في المغرب. طبعا وما شاء الله عليك، انت زرتها وشفتها والله زرناها والحمد لله على السلامه. الله يسلم. ان شاء الله زياره موفقه وطلعت فيها وتنقل بناء على اللي شفته يعني. بالضبط نشوفه طبعا مش على معلومه. لا خلال زيارتنا الميدانيه الملاعب جاهزه. نعم ان شاء الله نعمل حلقه كلنا هنا ان شاء الله يا رب. نتمنى ان شاء الله التوفيق. باش تقول لي المغرب يدي كأس العالم هو ما كانش قادر على استضافة كأس أفريقيا، هذا حرام. الفكرة وصلت، المغرب ستكون من الدول المستضيفة لمونديال سنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال. الحديث الآن على عدم جاهزية المغرب لاستضافة كأس إفريقيا. كأس العالم أي بلد يمكن أنه يستضيف مع ملف مشترك، باسكو علاش يدرك ملعب واحد ربما ولا ملعبين كأقصى تقدير. والله يشفغي واحد تقول له انايا مازال مانيش واجد في لاكوب دافريك، هم يقولوا أنا واجدين، وما قال لك ديروها لنا في الصيف. يهضر معايا بالوقت. دونك تحس بلي كاين حاجه، كاين مؤامره، كاين كواليس، ماشي كواليس، هذيك اكثر من كواليس راهي ديالك. تا الناس ما قدروش يديروها في جونفي، ما تقدر تفهم حتى واحد نمر فين لعبوها في جونفي قال لك ماناش واجدين، ويقولوا هما رانا واجدين. وشفنا اشهر انت عطيت لهم دوكاتيك ماكوب دافريك ما قدرش. انا كي نقول لواحد نقول له هذا حقيقه نورمالمون في جونفي ما قدرش، خلى لك حتى لو 21 ديسمبر باش نكون واجد. هيا مالك يقول له كي تخدم انت هكذا نعطيك كوف دي موند. ماذا وحدي فات يا سيدي، ماشي لي زالجينيا وقت ما يحبوش كيديها المروك. ومن بعد هادو الناس اللي ما قدروش عطينا لهم كوف دي موند وحدي. أستاذ ناصر اختصر كلش الاخ سيدي. في المغرب يحوسوا كيفاش يحرفوا حتى القرآن الكريم هنا. يعني شوف هم السبب استضافتهم للمونديال وكأس أفريقيا. يوسف قلت لك احنا ما نميلوش، احنا ما نحولوا ما نميلوا. معليش افريقيا نقول لك، الافريقيا كارثه، افريقيا معروفه بالكوارث. نقول لك انا تونس، لكن كاس العالم في ملف مشترك ايضا. شوفها من جانب انه بالك يمدوا لهم ماتش ولا زوج يقدروا يستضيفوا. يوسف هناك شراكه. يوسف الناس غلطه بزاف لان المغرب بلد كبير، وتعطي له كاس العالم المغربي الحر على باله ماهيش يعني عطاوها لك يعني بلدان وصوتوا عليه. هذا قلت ربما يتمنوا العيش في الجزائر. كان عندك واحد تصريح انا نقولها ونعاودها، الباب مفتوح. راح يلغى الوجود كلما يكون الوجود الجزائري يتم حضور الجزائر في اي كان، راح يرخص من وجود يعني بعض المشاصر. هل تستحق المغرب استضافه؟ لا تستحق. لا كأس افريقيا، انا لا كأس لا كأس افريقيا ولا كأس العالم. نحن اولى
بكاس افريقيا وحتى كاس العالم. قلت لك الحمد لله الايادي المغربيه جاوبت هاد الناس هادو، جابت المحللين بالعمل بالعمل ثم العمل في الميدان ماشي بالكلام. والحمد لله الملاعب جاهزه، وان شاء الله نهار 5 في شهر شتنبر ان شاء الله يواجه المنتخب المغربي في اقصائيات كاس العالم ان شاء الله، وغادي تكون واحد الحضور اعلامي وجماهيري كثير ان شاء الله، راه ما بقاش ليه بزاف. وان شاء الله مازال غادي نشوفوكم ونفكركم فيما قاله الاعلام الجزائري عن جاهزيه المغرب والتشكيك اللي كان يومي، لا من المحللين ولا من المؤثرين. وهذا الشيء كامل ان شاء الله بالدعم ديالكم باش نواصلوا ان شاء الله، غادي نعاودوا نفكركم في هذاك الشيء اللي قالوا. استطاعه رئيس تاعنا يدير لنا 2 كوب دي موند او ميم طون.